اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناه ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي وصفه زبده الفول السوداني اللي نقولوها حنايا بالجزائري الكاوكاو. الكاوكاو عندنا هو الفول السوداني، وصفه سهله بسيطه. في ناس كتير تحب الزبده هذه تاع الفول السوداني. انا صراحه من عشاق الزبده هذه. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملتها. كما عودتكم المقادير راهم مكتوبين. نحتاجو كميه تاع الكاوكاو، كل وحده تدير كميه اللي تحبها. انا حمصته مليح وخليته دافي، ما لازمش يكون سخون، ما لازمش يكون بارد. هذه ملاحظه الاولى. حطيته كان دافي، شتوني كنت نقدر نمسو. حطيته في الميكسور هكا ونقعد نميكسي. المرحله هذه تستغرقكم حوالي من 20 حتى 30 دقيقه كل وحده والميكسور تاعها. نقعد مره على مره نفتح ونحرك هذاك الكاوكاو باش كما نقولوا حنا يترحى. وشوفوا كيفاش راهو بدا يترحى، بدا شويه يتعجن. شوفوا كما راهو باين في الصوره. واللي الوحده اللي يعني الروبو تاعها شويه تخاف يسخن، يعني تحبس تعملها على مراحل باش ما يفسد لكمش الروبو. كما قلت لكم حوالي 20 دقيقه حتى 30 دقيقه وانتم تميكسيو هكذا. يستغرق وقت لانه ما فيه حتى حاجه. كي ولات لي القوام بهذا الشكل راح نضيف له حاجه اختياريه، عسل اسود اللي هو محلى طبيعي ما فيه حتى حاجه. تقدروا ديروا ملعقه عسل طبيعي ولا كما درت انا هذا العسل الاسود. ونزيد الميكسي حتى نتحصل على زبده ولا على كريمه تاع الفول السوداني اللي هو الكاوكاو. يعني يولي لي قوام كريمي. كاين ناس تضيف لها الزيت، انا ما نحبش نضيف لها الزيت. وكاين ناس تضيف لها رشه تاع الملح، انا نحس بلي الكاوكاو اصلا راهو مالح، ما كان هذيك الرشه تاع الملح. وشوفوا ما شاء الله القوام تاعها كيفاش راهو. يعني زبده فول سوداني. الزبده هذه تقدروا تحتفظوا بها، حتى انا تقعد لي مرات حتى شهرين في الثلاجه ما يصرى لها حتى حاجه. شوفوا ما شاء الله القوام تاعها. وهي قد ما تقعد قد ما تزيد تمسك روحها. دوكا راهي سخونه راهي جاريه، لكن كي تقعد تزيد تشد روحها اكثر فاكثر. تحبوا تاكلوها هكذايا بالخبز ولا تحبوا تعملوا بها حلويات. ان شاء الله الوصفات الجايه راح نعمل لكم عده حلويات بالكريمه هذه تاع الكاوكاو ولا بهذه الزبده، لانه الذوق تاعها في الحلويات اكثر من رائع. هذه هي البنات وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفه تاع زبده الفول السوداني ولا الكاوكاو كما نقولوا حنا بالجزائري. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. لما لا، وسنوني في وصفات اخرى. سلام.